إلى الأمور الرسمية بالتأكيد أعلى درجات الجاهزية كما ذكرنا والاستعداد. إن شاء الله سنكون مع انطلاقة المباراة بعد مراسم دخول الفريقين. لكم التحية في المباراة الأولى. بالنسبة للمنتخب الأردني، منتخبنا الوطني بملابسه البيضاء الكاملة، وهو على شارة الانطلاق على منطقة السنتر. في حراسة المرمى يمثل نور بني عطية، وفي خط الدفاع قلبي دفاع عامر أبو هضيب ومنذر رجا، الظهير الأيمن إحسان حداد والظهير الأيسر علي ياسر. خط الوسط يلعب فيه رجاء عايد وسمير رجا، وكذلك الثنائي موسى الزعبي وأحمد العيساوي، ويلعب أمامهم ليث البشتاوي، ومهاجم صريح وحيد هو معاذ محمود. شارة البداية من التحكيم وبعدما كان يحمل الشارة الدولية محمد عادل الحكم المساعد الأول. كرة أردنية ليث بشتاوي، ولكن فوق العارضة. خطير هذا ليث بشتاوي، خطير اللاعب رقم 20 في المنتخب الأردني. ها هو ليث بشتاوي لاعب نادي الوحدات، مهاجم المنتخب الأردني، سبق أن مثل منتخب الناشئين والآن مع منتخب الشباب. وها هي الإعادة، وفي الإعادة الإفادة فوق العارضة. تسديدة كانت جيدة من ليث ولكن تحتاج مزيد من التركيز. إذن المنتخب أمور وزمام المبادرة. ركلة ركنية تنفذ بشكل سريع عند موسى الزعبي. التحضير إلى رجائي، رجائي يلعبها كرة عرضية، ممكن تكون فرصة الهدف الأول، ولكن ما زالت وبالفعل الهدف الأول. الهدف الأول لمصلحة منتخبنا، والتسجيل في اللقطة الماضية. منتخبنا يسجل الهدف الأول، وأعتقد بأنه عامر أبو هضيب المدافع المتقدم. سنشاهدها بالتأكيد بالعرض البطيء. أظن بأنه اللاعب عامر أبو هضيب اللاعب رقم 4. شاهد الكرة الركلة الحرة الغير مباشرة، والتنفيذ كان معاذ محمود، ودربكة ومتابعة وعامر أبو هضيب على يعني أكثر من دفعة.